بس الحقيقة إن الشفاء مش بيبدأ في العقل، الشفاء الحقيقي بيبدأ لما الجسم والعقل والقلب يشتغلوا مع بعض. إحنا في علم النفس بنسميها الهارت برين كوهيرنس، وهي إن القلب مش مجرد عضو بيدق، لكن شبكة عصبية مستقلة بتأثر في المخ والتنفس والتنظيم بتاع المشاعر كمان، زي الخوف أو الحب والأمان. وعشان كده إحنا مش بنفصل بين علم النفس والطاقة ولا بين العلاج المعرفي والتأمل. إحنا بنرجع الإنسان لنفسه، مش لنظرية ولا الجهاز واحد، لكن لنقطة الصمت اللي جواه، النقطة اللي بيكون فيها فاهم وحاسس ومستعد يتغير. من الآخر، لو أنت لسه فاكر إن الإحساس والمشاعر ضعف، يبقى أنت بعيد قوي وعمرك ما هتعرف توصل لقوتك الحقيقية، فخلي بالك.